مرة بطلع أصور، والموضوع اللي صار معي هو اللي أجبرني إني أصور، هو الموت الشباب الفجأة. يعني امبارح الله يرحمه علي دفنت صديق إلي بنصفي عمره 37 سنة، الله يرحمه يا رب. وقبل شهرين توفى زميلنا بالشركة عمره تقريبا 40-41 سنة، شباب عز الشباب. وقبل 4 أشهر تقريبا ابن جيراننا الله يرحمك يا زيد توفى عمره 27-28 سنة. يعني الشباب تروح تدفن ترجع ولا كأنه إشي صار، يعني ما في اتعاظ بالموت حتى. في بعض الناس، مش كلهم يعني ما بحكي عن الكل، بعض الناس مش متعظة بالموت ولا كل إشي بيصير بالدنيا، ولا حدا عارف إنه إحنا بآخر الزمان. موت الشباب الفجأة، دير بالك على حالك والله. أنا أولكم بحكي، مش عليكم أنتوا، أنا بحكي أولكم أقسم بالله. دير بالك على حالك، الدنيا والله العظيم هي مستاهل خير. اعمل خير بحياتك، خاصة موظفين الشركات. أنا ابن شركات وبشوف، والله أنا ابن شركات وبشوف الشاطر اللي أسفن زميله الثاني، الشاطر اللي روح زميله يطلع على ظهره. طب أنت روحت زميلك، ما أنت دمرت عيلة هيك. والله دمرت عيلة، دمرت وراء أطفال. عشان إيش؟ ترضي صاحب العمل؟ ما هو صاحب العمل بكرة راح يعرف هذا الموضوع، إذا كان عادل راح أروحك زي ما روحت زميلك. والله ارضي رب العالمين يا حج، أقسم بالله ارضي رب العالمين، وربك هو اللي بوفقك. بتمنى والله، بتمنى هذا الفيديو يصل لأكثر حدا، بتمنى. الله يعطيكم الف عافية.